السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ تعالوا النهارده نتكلم في كيفية اختيار قصبة الصيد من على الشاطئ اللي انت بتستخدمها في التشويح او الحداف او السيرف كاست. تمام. هنتكلم ازاي تتجنب بعض الحاجات اللي ممكن تخلي البوصة ما تتعمرش معاك وتتكسر بسرعة، او المعايير المناسبة بالنسبة للبحر الابيض والبحر الاحمر. طيب خلينا نبتدي كده بانواع القصبات. تمام. والماده اللي بتصنع منها القصبات، القصبه بتتصنع من نوعين، يا اما فايبر جلاس اللي هو الالياف الزجاجيه او الكربون. الالياف الزجاجيه لو جيت اتكلمت عنها فانت عندك ثلاث انواع. النوع الاولاني اللي هو الابيض الشفاف، وده بيبقى تقيل جدا، بس يعني فعلا بيبقى كانك معاك مرزبه، ما بيحصلوش حاجه وبيقعد معاك فترات طويله. النوع التاني اللي هو الفايبر جلاس الاسود، وده بيبقى مزيج ما بين الفايبر جلاس وبعض من الالياف الكربون. تمام، بس بدرجه بسيطه جدا، وده بيبقى اخف من الابيض. تمام، الفايبر جلاس الابيض ومرونته بتبقى اعلى. النوع الثالث اللي هو الفايبر جلاس الاحمر، ودوت بيبقى اعتقد من الالياف الزجاجيه مع الياف خشبيه. ده اخفهم واكثرهم مرونه. تمام، لكن مشكلته الوحيده ان انت لو ركنته والرطوبه لمسته، خلاص كده البوصه مع اول طلعه عليك وتيجي تجربه بتتكسر منك خالص. ودي عن تجربه شخصيه في بوصتين قبل كده. الفايبر جلاس الاحمر هو كان بدايات الاستخدام في البوص، وبعد كده الابيض، وبعد كده الاسود اللي فيه مزيج من الكربون. النوع التاني بقى اللي بنتكلم عليه في المواد الخام اللي هو الكربون. الكربون يعتبر ممتاز جدا من ناحية المتانة والقوة والخفية، لكن لازم فعلا تاخد بالك من التعليمات اللي بتبقى مكتوبة على القصبة. تمام، اللي هي دي. تمام، ما تحاولش تتجاوز الوزن اللي مكتوب لك عليه، اللي هو السي دبليو، ده اللي هو الكاست ويت. تمام، اللي هي قوة الحتف. تمام، من 150 ل 300 جرام. طبعا ده 300 جرام ده رقم مبالغ، بس انت ما تحاولش تتجاوز الرقم دوت، لان انت لو تجاوزته البوصة هتتكسر منك حتميا، يعني بدون محاولة. لو جينا بنتكلم في الطول. تمام، بتاع القصبة. تمام، الطول بيتراوح من 4 متر ل 5 متر. تمام، وده بتحدده على حالة الجو. كل ما كان الموج عالي والجو حامي، كل ما انت هتختار قصبة الطول بتاعها أطول. كل ما الجو كان كويس ومعتدل والدنيا مظبطة معاك، كل ما انت هتأثر في طول البوصة. لأن الهدف منها ان انت وانت فارد البوصة على الستاند بتاعها، انت كل اللي يهمك ان الخيط يبقى مستقيم ومشدود ما بين طرف البوصة لغاية الرصاصة اللي هي في القاع تحت، عشان تتجنب المقاومة بتاعة الموج على قد ما تقدر، وما تخليش الرصاصة بتاعتك او السبحة بتاعتك تطلع على الشط. وفي نفس الوقت بيبقى بعض الاوقات بيبقى فيه اللي هو الطفل، اللي هي الاعشاب بيبقى لونها البني دوت، او زبالة. تمام، فيه بيبقى بعض المخلفات، فبرضو ايه تتجنب ان الحاجات دي ما تخبطش في الخيط وتأثر على الصيد بتاعك. عندك بعد كده بنختار الحلقات. تمام، اللي هي دي. تمام، انت عندك نوعين. في النوع اللي هو ده بيبقى عبارة عن حديد، الجزء ده كله من الحديد مطلي نيكل، وفي هنا سيراميكا مضغوطة بكاوتش. ده يعتبر نظام قديم. تمام، دلوقتي النوع التاني اللي بدأوا يعملوه حاجة اسمها ليزر، دبل ليزر او حلقات ليزر. الحلقات دي مقاومتها للصدى اكتر من الحلقات العادية، في نفس الوقت مفيش يا دوبك هي السيراميك دي لازقة جامد جدا في الحلقة. تمام، او الدبلة ما بتتفكش زي التانية، بس عيبها ان انت لما بيحصل لها حاجة بتتكسر ولا تبوظ ولا يحصل فيها اي مشكلة، للأسف قطع الغيار بتبقى قليلة جدا، فهتلاقي صعوبة في انك تجيبها، عكس الدبل اللي احنا متعودين عليها متوفرة في قطع الغيار وسهلة ان انت تبدل دي مكان دي. ده بالنسبة للحلقات. لو اتكلمنا عن العقل او الوصلات، انت عندك في الوصلات في كذا نوع. خلاص، في بيبقى صب قطع
ثابته، يعني بتلاقي ان البوصه عباره عن 3 قطع ثابتين هما بيركبوا ببعض، وفي عندك اللي هي فيها وصلات كتيره، الوصله بتبقى طولها قصير بس ايه كتيره جدا. وفي النوع الثالث اللي هو الوصلة نفسها طويلة لكن عددها قليل، يعني ممكن تلاقي بوصة زي دي مثلا بتبقى 3 سيكشن، بيقولوا عليها 3 سيكشن، 3 وصلات. كل وصلة بسم الله ما شاء الله بتبقى طويلة. ال3 انواع ممتازين، مفيش اي مشكلة فيهم، بس هي بتفرق في اختيارك للطول. يعني مثلا اللي هم دولت البوص اللي هو 3 وصلات او ال3 قطع اللي بيركبوا في بعض، ده اعتقد اخره 4 متر ونص، ما شفتش قبل كده في منه 5 متر. لكن اللي هو فيه الوصلات الكتيرة الصغيرة دي او العقل ديت ده فيه منه ال5 متر. وفي بعض الاحيان بتحتاج فعلا تستخدم بوص طوله 5 متر، لان ساعات بيبقى الموج عالي جدا والبحر حامي، فانت بتحاول ترفع البوص على قد ما تقدر زي ما قلت. نخش على الخاصية التانية او النقطة التانية اللي هي دي اسمها الفورنيه. تمام، انت كل اللي يهمك الجزء ده والجزء دوت. تمام، ده يفضل يكون معدن، لو بلاستيك يبقى عليه زي دعامة حديد زي ديت او ميتال او معدن، بحيث ان هي ايه ما تكسرش البلاستيك. لو انت الحامل بتاع المكنة اكبر منها او اضيق ممكن ايه يكسر القطعتين دولت. وفي نفس الوقت برضو انت القفل بتاع الفورنيه دوت لازم يبقى يا اما معدن خير وبركه، لو مش معدن حاول برضو تجيب فيه الدعامه دي، لان اول حاجه بتحصل بعد الاحتكاك وبعد الوقت الطويل بسبب التعرض للشمس والحراره والبحر وكده والرطوبه، الحاجات دي بتضعف، البلاستيك بيضعف، ومع اول ضغطه محمله هتلاقيها اتشرخت من هنا، وبعد كده الشرخ يبتدي ايه يوسع، فتلاقي البتاعه دي اتكسرت في الاخر. زي مثلا دي، انا دي كانت بلاستيك، دي اول بوصه ليا، كنت جايبها طبعا بدون اي بقى درايه. انا رحت للراجل قلت له عايز مكنه تشويح من الشط او حداف، راح قال لي المقاس جزاه الله خير، كانت 4 متر 70، مناسبه جدا، لكن كان في معايير تانية ما كانش قايل لي عليها زي طول الدراع مثلا. فخلينا مهم نتكلم في دي. فدي اتكسرت زي ما انتم شايفين. تمام، فاضطريت بعد كده اعالجها بلزق وبعدين بريد وبعدين ايبوكسي عشان اقدر ايه احافظ عليها. تمام، الجزء بقى السفلي بتاع البوصه او القصبه، انت الجزء ده تمام اللي هو من اول ما مكان المكنه بيركب لغايه ما الكعب خالص اللي هو تحت خالص، كل ما كان اطول كل ما كان احسن وتوصل لمسافات ابعد وانت بتحدف، كل ما كان اقصر كل ما انت هيعمل لك اعاقه شويه في ان انت تستغل كل قوتك وتحدف البوصه لابعد مسافه. طيب انت بتحدف البوصه زي ما انتم شايفين. تمام، انا بمسك البوصه بفرد ايدي دي تماما خلاص بالمنظر ده، وبتني دي نص تانية كده خلاص، ويا اما بحدفها من فوق راسي تمام وبكل معازمي، فانت بتشد بايدك دي كلها الجزء ده البوصه كلها تمام، وبتزق بالجزء التاني، يا اما بتلف نص لفه خلاص، بتلف نص لفه وايدك دي مفروده، وده برضو نفس القصه نص تانية، وبتبقى فارد الخيط حوالي قد البوصه مره ونص تمام، والرصاصه بتبقى نايمه على الارض بس الخيط مفرود، وبتلف بجسمك نص لفه وبتروح ايه حادف كل ما عندك. لو جيت جربت الطريقه في البوصه اللي زي دي انت مش هتعرف تفرد ايدك للاخر، مش هتعرف تفرد يعني هتلاقيها هنا بص يا كده يا كده، انت عايز ايدك دي مفروده، فانت بتحاول ايه تستغل العزم ده كله. زي ما انت شايف الفرق، بص الفرق قد ايه، يعني شايفين الفرق؟ ادي مكان ما بقى هنا مكان ما بمسك، هنا مكان ما بمسك المكنه، وكل ده بيساعدك اصلا، كل ده عزم زياده رايح منك لو انت جبت البوصه اللي هي ايدها قصيره. نقطه مهمه برضو الكعب.
الكعب ده يفضل يكون معدن، اولا عشان لما تيجي تنظف تقدر تفك الجزء ده بسهوله، وتغسل المكنه البوصه القصبه كويس، وتصفي منها ميه او رمله او اي املاح او الكلام ده كله. القلاووز اللي هنا كويس احسن من البلاستيك، لو دخل فيه رمله مش هيبوظ زي البلاستيك اللي ممكن الرمله تبقى حاميه على البلاستيك، ومع الوقت طبعا مده الصلاحيه بتاعت البلاستيك بتقل، فجودته بتقل بالتالي، فممكن تلاقي ايه في حصل السنون ديت بتاعت القلاووز دي باظت، وطبعا ممكن تتكسر منك لان البلاستيك ضعيف شويه، وبتضطر بقى تقعد تغيرها كل شويه. برضو حاول تتجنب اللي هو الكاوتش، هو كويس جدا بس خلي بالك منه، لو قدرت تتجنبه تمام، لو ما قدرتش تتجنبه والبوصه عجباك ما فيش مشكله خالص. انت خلي بالك ان هو بينزل الميه بتنزل من الفتحه الصغيره دي، تمام، الفتحه ديت، لكن لو في رمله ولا في حاجه دخلت جوه هتضطر ان انت ايه تفك ده، ومع الوقت اللزق زي ما انتم شايفين هنا اللزق فاكك، مع الوقت ممكن دي تقع منك وتضيع، وتضطر بقى ايه تدور على حاجه شبيهه ليها. نصيحتي ليكم بعد كل طلعه لازم تشطفوا البوص كويس، تمام، ميه عاديه خالص، وتنزلوا منها الملح، عشان اول حاجه الملح ما ياكلش في الحلقات وتصدي، تمام، وتحافظ عليها على قد ما تقدر، هي كده كده هتصدي بس يعني ايه حافظ عليها على قد ما تقدر انها ما تصديش. الرمله تعتبر من العدو اللدود بالنسبه للقصبه، زي ما انتم شايفين، مش عارف واضحه ولا لا، يعني بصوا دي اثار كلها تجريحات من الرمل، مع الوقت الكلام ده كله ممكن يأثر على البوصه، وتلاقي البوصه بتتكسر منك وانت مش فاهم ليه، بيبقى بسبب الرمله. طبعا نقطه مهمه لما بتيجي تفرد البوص افرده للاخر وتاكد انه مفرود كويس، ما تسيبش فيه اي هزات جوه عشان ما يلبش معاك. البوص ساعات يعني في اغلب الاوقات بيتكسر بالطريقه دي، تمام، تلاقي البوصه سليمه وجديده لانج، بس انت ما فردتش البوصه للاخر كويس، فكان في حوالي فراغ بسيط، مع قوه الحدفه بتلب منك البوصه وتلاقي البوصه اتقسمت نصين. دي الملاحظات اللي خلي بالكم منها، تمام. في بعض الاستثناءات طبعا بالنسبه لطول الدراع، زي ما انا قلت 5 متر 5 متر، اغلبه بيبقى حلقات او عقل ووصلات صغيره، تمام، فانت بس طول الدراع ما بيبقاش متوفر دايما اللي هو الطويل، فانت ممكن تستغنى عن النقطه دي في مقابل ان انت عايز بوصه تكون طويله وماشيه مع حاله الجو اللي انت رايح تصطاد عليها. في ايه تاني؟ كان في نقطه مهمه جدا كنت عايز اقولها لكم، بسم الله الرحمن الرحيم، نسيت خالص. في بعض البيانات اللي بتبقى مكتوبه بيبقى مكتوب الاكشن في منه يا فاست يا هيفي يا ميديوم. ده معناه ايه؟ ده معناه ان المرونه بتاعت البوصه نفسها في بتبقى عاصيه، تمام، وفي بتبقى متوسطه زي دي، انا لو فتحت زي دي، وفي بتبقى طريه خالص، دي بتبقى اللي هي ملبن، ابعد عنها دي تماما، دي مش حلوه قوي في الحدف، لان هي بتمتص بمعنى اصح المقاومه بتاعت حدفتك وانت بتحدف جامد، فبتلاقي البوصه اتنت جامد جدا ومش هترد زي الرده بتاعت البوصه المتوسطه. البوصه العاصيه او الناشفه، تمام، ممتازه جدا في الحدف، بس مش هتحس بالسمك وهو بينقر معاك او بياكل معاك، انت بتبقى مستني بقى في النوع دوت ان السمكه تاكل وتلاقي البوصه راحت عامله كده اهو، تمام، لكن الحاجات الصغيره اللي هي كده دي هتضايقك. لو رجعت للبوص الناعم جدا، طبعا لو في تيار وموج ومع الخيط هتلاقي البوصه كل شويه بتعمل كده اهو مع الموج، تمام، هتلاقي البوصه كل شويه بتعمل منك مع الموج، فانت ايه هتبقى متلخبط، هو ده سمكه ولا دي موجه ولا دي ايه؟ طبعا بخبرتك هتعرف ان ده موج مش سمك، بس هتفضل مضايقاك، فممكن في عز الشده دي تلاقي في شدتين كده، حصل ايه؟ شدتين كده انت ما خدتش بالك منهم ان دي في سمكه ضربت عليك، وتفضل سايب البوصه وبتروح منك السمكه بعد كده. بس اعتقد دي الحاجات المهمه بالنسبه لاصابات الصيد بتاعت التشويح او السيرف كاست
اللي هي الحداف. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تتوفقوا وتختاروا البوصة المناسبة ليكم وتطلعوا سمك بإذن الله. السلام عليكم.